تقديم ما يحتاجه المغترب نعم. وما يحتاجه الوطن أيضا من المغترب إن شاء الله. الأخ محسن الكوز أيضا عضو المجلس الأعلى للجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية. أخ محسن مساء سعيدا عليك وأهلا وسهلا بك. حياكم الله يا أستاذ محمد، ونحن سعداء بحضورنا إلى هنا لنقدم كل ما عندنا من آراء ومن. الأخ محسن هو يمثل رجال الأعمال، سنتحدث حديث لا شك أنه لديكم هموم وتطلعات. مشاهدينا الكرام، ضمن هذه الفعاليات إلى رؤية حقيقية. أستاذ محمد، لا شك أنه الكثير من الاهتمامات لديكم، ممكن ترشح لي أبرز النقاط التي تواجهكم أنتم كمستثمرين؟ هنالك بعض الإشكاليات، هنالك يعني في الحقيقة أنتم عانيتم من هذه الإشكاليات كمستثمر، تشرح لي باختصار وبكل صراحة. فعلا هي المشكلة والمعضلة الوحيدة هي الأراضي. حسب ما ذكر الأستاذ عبد القادر. نعم. الأراضي هي المشكلة الوحيدة. عندما يأتي مستثمر يريد أن ينشئ مشروع سواء صناعي سواء تجاري سواء، عندما يشتري الأرض هذه تجد عندما يبدأ بإقامة البناء أو البنية تجد يأتيه أكثر من شخص يطالب بهذه الأرض، حتى وإن كانت مأخوذة من الدولة بالإيجار. تجد يعني أناس يجون يقول لا هذه لي أنا. طيب من أين لك هذه وأنا مستأجرها إيجار من الدولة؟ طيب هذه هي المعضلة الأساسية. هذا اللي بتعانوا أنتم منها. هذه معضلة أساسية. أنا أحملكم اللوم. وفي أشياء أنا أحملهم اللوم لأنه أحيانا تفضل. تكملة النقطة دي. أحيانا يأخذ المغترب الأرض من الهيئة العامة من الهيئة العامة أنا واحد استثمار. خليني أكمل. أيوة. تتعارض هذه الأرضية مع وجودها مع الأوقاف. تأتي أي من الجهتين تدعي الملكية تعمل على إيقاف المغترب من استكمال مشروعه، مع أن المفترض في مثل هذه الحالة الجهتين تعتبر جهتين رسمية، وبالتالي يفترض أن يترك المغترب لاستكمال مشروعه. في نفس الوقت لمن يحكم؟ إن حكمت للأوقاف فهي حق الأوقاف وتقييم الأوقاف، وإن حكمت لها العامة الأراضي استأجار من الأراضي، وهذا الشيء مفترض. محسن تفضل. أنه لو تحل المشكلة هذه أن ترى الأموال تتدفق على اليمن والمستثمرين يأتون تباعا واحد وراء الآخر لأجل الاستثمار. أستاذ محسن، هذا كلام بيننا وبينكم أستاذ، أما لا تنقلوش الصورة هذه لكل المستثمرين. هذه فكرة المستثمرين أستاذ محمد. طيب هذه فكرته. وضحوا لهم الصورة. اللي عنده نية يسمع عن فلان عنده مشكلة على الأرض هذه في المحاكم، يقول لا أنا ما ليش أضحي أنا أجي أجلس هنا وما في داعي أنني أعمل لي. طيب إذا سمحت خالد تفضل. فيما يتعلق بهذا الأمر، بأن الأخوة الكرام برجال العمل الزكوني رئاسة جلسة في ورشة العمل نعم لرجال العمل وأيضا حتى الأكاديميين، طبعا تطرقنا إلى كثير من الأمور. الواقع تكون هناك توصية تشكل لجنة لمتابعة التوصيات والتنفيذ على هذا ما نريده. أستاذ محسن ماذا تريد؟ أنا أشد على يدي أستاذ قادر على كل مجال، لأنه هو خير من يقف إلى جانب المغتربين. أشكرك أستاذ محسن. الدكتور خالد تفضل. أرجوك تترك الفرصة. تفضل. أنا طبعا عندما تحدثنا عن هم منا ونحن إليهم كلام جميل. أشكرك يا دكتور، والله انطباع جميل ورايا. أشكرك يا دكتور خالد، وسيكون لي لقاء مطول إن شاء الله معك في حلقات قادمة. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا للأستاذ عبد القادر عايض الوكيل المساعد لشؤون الجاليات. شكرا لكم أستاذ عبد القادر، شكرا دكتور خالد، شكرا محمد الأهدل، شكرا أستاذ محسن. مشاهدينا الكرام، لو سمحتوا لا تغادروا، سنعود بعد لحظات. الدنيا بها العاشق يطوف، غيرها عيني ما تبغى تشوف.